اهلا بيكم في كورة يونايتد. في الفيديو ده هنتكلم عن اللعيبة المختلفين والمختفيين عن انظار المدربين الفانتزي اللي بيختاروا اللعيبة البريميوم، مع ان اللعيبة دول بسبب نسبة امتلاكهم القليلة بيبقوا هما اللي بيغيروا شكل الموسم، وفي الاوقات الصعبة هما اللي بيجيبوا النقط وممكن يغيروا ترتيبك ويفرقوا معاك جدا، سواء في ترتيب الدوري الخاص بتاعك او سواء في الترتيب العالمي. اول حد هنتكلم عنه هو سولي مارش. سولي مارش نسبة امتلاكه قليلة ومفاجأة جدا، هي 3% بس لحد دلوقتي، برغم ان سولي مارش هو اخطر لعيب في مهاجمين برايتون، هو اكتر لعيب بيسدد، اكتر لعيب بيخلق فرص، اكتر لعيب دايركت على الجون مباشر في المهاجمين بتوعهم، بيبقى دايما هو في الاوقات اللي الفرص بتخلص فيها بيبقى هو اقرب واحد للجون، لان الفرص عند برايتون بتتخلق من العمق من عند البلاي ميكر، او بتتخلق من ناحية الشمال من عند ميتوما، وبيبقى سولي مارش عنده فرصة اكتر ان هو يدخل جوه الصندوق يفنش الفرص دي. الموسم اللي فات بالنسبة لصناعة الفرص وبالنسبة للتسديدات يتقارن سولي مارش بلعيبة زي صلاح، زي فرنانديز، زي دي بروين، زي راشفورد. لو جينا بصينا للنقط اللي سجلها الموسم اللي فات والمتوقعة له الموسم ده، ارقامه كبيرة جدا جدا. ناحية اليمين اقل ناحية في فرقة برايتون هي فيها روتيشن، اللي بيلعب فيها سولي مارش بيلعب برجله الشمال، اوقات هو كمان بيلعب رايت باك، اوقات بيلعب ليفت باك، بيعتمد عليه المدرب في اماكن كتير، فحتى هو اقل واحد ممكن يكون عنده ريسك في حتة الروتيشن من مهاجمين برايتون. لعيب قوي جدا، نسبة امتلاكه قليلة، ممكن يفرق كتير جدا في الفانتازي لو انت عندك الجراءة انك تجيبه مكان لعيبة نسبة امتلاكهم عالية زي ميتوما او مبويمو. اللعيب التاني اللي هنتكلم عنه هو جاكسون، مهاجم تشيلسي، نسبة امتلاكه قليلة جدا 2%. اللعيب ده هو اعتقد هو هيبقى السترايكر الاساسي بتاع تشيلسي الموسم الجاي. ما عندهمش سترايكرز، مشوا كل السترايكرز، اللي فاضل هو ده مع نوكونكو هقول عليه دلوقتي، واللعيب بوهان اللي كان في ساوثهامبتون. نوكونكو ممكن يلعب ورا روس الحربة، وممكن يلعب على الطرف شوية. جاكسون هو اللي هيكون الاسترايكر بتاع تشيلسي، ده رأيي. اللي هيحصل الموسم الجاي هنشوف طبعا، انما في الماتشات الودية قدر ان هو يثبت نفسه بقوة جدا. لعيب هايبر، بيسدد على الجون كويس جدا، في التفنيشة بتاعة الموسم اللي فات كان هو في اسبانيا سجل 8 اهداف في اخر 6 ماتشات، وعشان كده جابوا تشيلسي ان هو يثبت نفسه مع الفريق، وبسرعة وقوة جدا قدر يثبت نفسه في الماتشات الودية. انا مش هتفاجئ لو لقيته هو الاسترايكر الاساسي بتاع تشيلسي. ارخص بنص مليون من نكونكو، ممكن يكون لعيب يفرق في الفانتازي كتير جدا الموسم الجاي. لعيب تاني هنتكلم عنه من فرقة تشيلسي هو شيلويل. انا عارف شيلويل الناس مش بتفكر تجيبه كتير بسبب الهيستوري بتاعه بتاع الاصابات، نسبة امتلاكه لحد دلوقتي 6%. هو مش مصاب، حالته كويسة، وشفناه في الماتشات الاستعدادية للموسم الجديد، يعني فت جدا. وفريق تشيلسي برضو واضح ان هو هايبر جدا في الماتشات الاستعدادية، وبيلعبوا كتير من ناحية الشمال، نشيط جدا شيلويل في الاوفرلاب اللي بيعمله من ورا الجناح، وياخد الكورة يخش بيها الصندوق او يعمل بيها كروس، وبيسدد وبيلعب الكور الثابتة احيانا الكورنرات او الكور الثابتة من ناحية الشمال. مدرب جديد وسكواد جديد ممكن يكون عندهم حماس ومستعدين لمنافسة. في ميزة كمان لتشيلويل، لما كنا بنخاف من الإصابات أو الروتيشن بتاعه، فهم مش بيلعبوا في أي بطولة أوروبية السنة دي، ودي نقطة مهمة بالنسبة لتشيلويل. سعره 5.5، طول ما هو فت يقدر يجيب نقط كتير جدا للفانتازي. بالنسبة ان هو أول ماتش هيلاعب ليفربول، هم آخر ماتشين لعبوهم مع بعض كان خلص 0-0، فيعني تقدر تلاقي له مكان في السكواد بتاعك. لعيب تاني هنتكلم عنه هو ايزي، نسبة امتلاكه قليلة 12%، وده لسبب ان هو سعره 6.5، زي لعيبة كتير زي ميتوما، زي مارش، زي مبويمو، لعيبة ليهم شعبية كتير في الفانتازي السنة دي.
انما ايزي شفناه في تفنيشة الموسم اللي فات كان بيسجل نقط يعني كده جاست فور فن، لعيب موهوب جدا. عرفنا كمان ان ايزي ان زها خلاص عقده خلص ومشي، هيمشي فور فري تقريبا، رايح تركيا. فبقى هو ايزي هو اللعيب الاساسي في ضربات الجزاء، هو اللعيب الاساسي هيبقى في كل الكور الثابته مع اصابه اوليسيه. لعيب مهم جدا، بيسدد من بره ال 18 وبيجيب اهداف من جوه ال 18 وبيلعب الدايركت فري كيك، كور ثابته مباشره على الجون، حلو جدا جدا. خطير في صناعه الفرص، بيراوغ واحد واتنين وبيسدد. في الناس بتفكر ان كريستال بالاس مش من الفرق اللي بتسجل نقط كتير، اللي بتسجل يعني اهداف كتير في الماتش. واحد زي ايزي انت مش محتاج منه غير جون مثلا او اسيست علشان تاخد 10 نقط على الاقل، لان انا بضمن لك التلات نقط بونص بتاع اللعيب ده كل ماتش لو سجل حتى هدف واحد، حتى لو فرقته خسرت. هيلمس الكورة كتير، بيستقبل الكورة كتير من زمايله وبيخلق فرص، وهو يعني كل حاجة في فرقة كريستال بالاس. فانت مش محتاج ان يكون عندك لعيب بالسعر ده ان هو يجيب لك 10 نقط كل اسبوعين، 10 نقط او 12 نقطة مثلا كل اسبوعين، هتبقى حاجة وفاليو كويسة جدا. ارقامه في الاكسبكتد بوينتس بير جيم عالية، والاكسبكتد اسيست، الكي باسز مستوى عالي جدا، الشوتس بير جيم. لعيب مهم، وانا اعتقد ان انت لو عندك الجرأة انك تجيبه وتعتبره في المنافسة مع اللعيبة اللي سعرهم 6.5 زي مبويمو وميتوما، هتبقى ادفانتج كبيرة جدا. ممكن يتعمل له روتيشن حتى مع الدكة لو عندك مدافع كويس. لعيب تاني هنتكلم عنه هو واتكنز. كل الناس مهتمين في الهجوم باللعيبة بريميوم طبعا، مع ان واتكنز الموسم اللي فات سجل 15 هدف. عارفين ان هو بيسدد ضربات الجزاء. فرقة استون فيلا بتستعد كويس جدا للموسم ده، والموسم اللي فات كانوا ابتدوا ان هم برضو يعملوا الانيشيشن، ان هم يبتدوا يعني للمشروع الجديد بتاعهم، عايزين ياخدوا فرصة ان هم يلعبوا في بطولات اوروبية. وواتكنز هو المهاجم الاساسي بتاع الفريق، بيسجل اهداف كتير، عندهم لعيبه بتصنع فرص كتير جدا في نص الملعب، زي بندويا زي ماجوين. هم كمان جابوا يوري تيليمانز في نص الملعب، جابوا ديابي الجناح الجديد وقووا الدفاع بتاعهم، فالفريق بيستعد بقوه. وواتكنز هيبقى لعيب مهم. الاكسبكتد بوينتس بير جيم عاليه جدا برضو بالنسبه لسعره، 5.50، 6 نقط على الأقل متوقعين له كل جيم للموسم ده، حتى أعلى من الموسم اللي فات، يمكن عشان ظروف فريقه والمتوقع لفريقه ككل. ونسبة أهدافه المتوقعة برضو أعلى من الموسم اللي فات، 0.51، الموسم اللي فات 0.42. أعتقد هيبقى لعيب بيسجل أهداف بنسب مفاجأة السنة دي، وهيبقى فاليو عالية جدا في الفانتسي. لعيب تاني هو مارتينيلي. هي الناس مش بتبعد عنه قوي، او الناس مش بتفكر فيه كلاعب بريميوم، انما موقفه هو ان انت بتختار 3 لعيبة من الارسنال. الناس دايما بتختار ساكا وحد من المدافعين او رامسديل في حراسة المرمى، وبيختاروا خيسز مثلا، يبقوا جابوا لعيبة في ال3 خطوط. او الناس بتفكر في اوديجارد على اساس هو بياخد اكبر عدد في دقايق اللعب، فبيبقى مارتينيلي هو بيتظلم في الاختيارات دي، مع ان مارتينيلي هو اكتر لعيب سجل اهداف في ارسنال السنة اللي فاتت. هو جاب 15 جون، ساكا جاب اكتر منه في النقط ممكن عشان البونص والاسيست، انما مارتينيلي جاب 15 جون، ده اعلى رقم في فريق الارسنال. هو احسن فينيشر في فرقة الارسنال. ساكا اكتر في صناعة الفرص، بيبقى بيستريتش وايد قوي ناحية اليمين ساكا علشان بقية اللعيبة يلاقوا مساحات عند ال 18، ويقدر يصنع الفرص كويس جدا برجله الشمال وكورسات. انما على مستوى الفينش مارتينيلي اخطر بكتير. الناس بتبعد برضو عن مارتينيلي عشان الروتيشن ودقايق اللعب، وده خوفنا الدور التاني الموسم اللي فات لما جه تروزارد، وده ما حصلش لان مارتينيلي حافظ على مكانه وحافظ على عدد دقايق اللعب بتاعته، بل بالعكس بقى مستواه اعلى وسجل نقط اكتر في الدور التاني. برضو بيلعب شوية من الكور الثابتة، بيلعب من الكورنرات.
ومع صناعة الفرص الكتير اللي ارسنال بيعملها، مارتينيلي كلاعب جناح شمال او كمان فولس ناين بيقعد يبدل مكانه مع تروزارد لو هو اللي اساسي، او خيسز لو هو اللي موجود. هو وتروزارد على فكرة ممكن يلعبوا اساسيين مع بعض. ف مارتينيلي يعني انا براهن عليه السنة دي يبقى من اعلى 3 لعيبة تحقيق للنقط في لعيبة نص الملعب في الفانتزي. ده اخطر لعيب مختلف في فرقة الارسنال السنة دي. نسبة امتلاكه يعني طبعا قليلة بالنسبة لساكا وخيسس، انما خطورته ما تقلش عنهم خالص، بالعكس نقط الفانتزي بتاعته ممكن تكون فرصتها اكتر. نسبة امتلاكه 14.3%. اللعيب اللي هنتكلم عنه بعد كده هو باو توريس. سعره قليل جدا، 4.5 بالنسبة لمستواه العالي. على فكرة باو توريس من اللعيبة اللي هم الورلد كلاس ديفندرز، لعيب ريتد كويس جدا، هاي ريتد السنين اللي فاتت. كويس اوي ان استون فيلا عرفوا يتعاقدوا معاه، ده برضو مؤشر لان احنا بنقول استون فيلا بيقوي الفريق بتاعهم، بيحاولوا يوصلوا لمكان يوديهم اللي يلعبوا في البطولات الاوروبية. ما شفناهوش في البريمير ليج قبل كده، انما يعني الكواليتي بتاعته بتضمنه. سعره قليل جدا بالنسبة للكواليتي بتاعته. استون فيلا قوى الدفاع كمان، كارلوس رجع من الاصابة وشفناه في الماتشات الاستعدادية قوي جدا. الفريق بيحتفظ بالكورة في نص الملعب بتاعه لوقت طويل، هيساهم في التمريرات. باو توريس مع الكلين شيت هيبقى عنده فرصة كبيرة للبونص. سعره قليل بالنسبة للكواليتي بتاعته هو والفريق بتاعه، ونسبة امتلاكه قليلة. يعني لو عندك لعيب زي ده يعني اعتقد ممكن حتى لو يتعمل له روتيشن على الدكة. بالمناسبة ممكن مدافع استون فيلا مع مدافع كريستال بالاس وتبدل الاتنين مع بعض، الاتنين هيبقى دايما ماتشاتهم عكس بعض، لو ده ماتش صعب ده ماتش سهل والعكس صحيح. فلو عايز حد من مدافعين استون فيلا، باو توريس بسعر 4.5. انا متهيألي هو ارخص مدافع هاي كواليتي موجود في الفانتازي السنة دي. اخر حد هنتكلم عنه في اللعيبة المختلفين واللي بنتوقع لهم موسم عالي جدا في الفانتازي هو جون ستون. نسبة امتلاكه قليلة جدا 1.1. هو الموسم اللي فات خد مكان جويتا لما الفريق كان خلاص بينافس على الهبوط، لعب 9 ماتشات والفريق قعد في الدوري وعمل نتائج كويسة جدا. وفي ال9 ماتشات دول هو اكتر حارس في الفانتازي عمل تصديات وعمل كلين شيت. مستواه عالي جدا، لعب مع منتخبات انجلترا قبل كده للشباب وانضم احيانا لمعسكرات للمنتخب الاول، فهو لعيب يعني بمستوى عالي. سعره 4.5. في السعر ده هو احسن حارس اعتقد موجود في الفانتازي. كريستال بالاس الموسم اللي فات قبل ما يعني ينافسوا على الهبوط ومستواهم يكون عالي، كان دفاعهم مش قد كده، انما المدرب اتغير بعد كده، فييرا مشي وجي روي هودسون. كريستال بالاس من الفرق اللي احنا كان عندنا تاريخ معاه ان هما بيدافعوا كويس جدا. ممكن يعيدوا تنظيم الامور دي مرة تانية مع حارس جديد بعد ما ياخد مكان جويتا اللي بيتقدم في السن، وتبقى عنده فرصة يحقق نقط كتير في الفانتازي. هو الموسم اللي فات بريستارت كان بيحقق 4 نقط افريج بريستارت. المتوقع له السنة دي يعني مش بعيد قوي عن الموسم اللي فات. الاكسبكتد كلين شيت دي نسبة تقريبا تلت الماتشات اللي ممكن يلعبها، نسبة برضو مش قليلة بالنسبة لسعره. برضو مع فكرة كريستال بالاس واستون فيلا ان ماتشاتهم مش سهلة، او الهوم والاوي عكس بعض، لو ده سهل ده صعب، لو ده هوم ده اوي. ممكن حارس جون ستون مع حارس استون فيلا يديلك ادفانتج في الجيم السنة دي كانت اللعيبة المختلفين اللي ممكن يحققوا نتائج كويسة للفانتازي. انت ممكن تخلي عندك 1 أو 2 ممكن تفكر فيه، ممكن يبقى عندك لعيبة مختلفة تانية، انما هي طبعا عايزة جراءة وعايزة مغامرة. ممكن تبقى مغامرة حلوة، ممكن ما تجيبلكش نتيجة زي ما انت دايما عايزها، انما بتبقى اوبشن هايل دايما للفانتازي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، استنونا في فيديوهات تانية، وسبسكرايب ولايك للقناة. شكرا.